هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. احنا مش عارفين بعض، احنا مصريين وعارفين بعض. اللي كان بيقعد على الرصيف يبيع شوية عطور، واللي كان بيبيع شوية كتب، ويقول لك لا ما اشتغلش في الحكومة حرام. ما كلهم كانوا بيتاجروا، اللي بيفتح محل، اللي بيع مش عارف ايه. دول هيتبرعوا ب 300 مليون جنيه للمصاريف على الانتخابات؟ في ايه؟ وبعدين اغلبهم كل واحد متجوز 2. انا احييهم في هذا الموضوع الحقيقة. الله، احنا كلنا مصريين وكلنا عارفين بعض. ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش بقى نضلل الشعب ونعيشه في غيبوبة ونقول له حرام عليك ده لاخرتك. يا خرابي، ده انتوا عايزين اخرته تبقى في النار، علشان بيكم سيدمر الاسلام، لان انتوا لا لكم في السياسة ولا لكم في النيل. ارحموني ارحموني، الاعتراف بالحق فضيلة. انتوا بتعرفوا في الدين اكتر مننا، ما نكذبش. انتوا لكم في الدين فكر متعمق وكثير ومختلف، ما نكذبش. احنا ما نفهمش زيكم. اما في السياسة بلاطة اهي زي دي كده، بيضاء ناصعة البياض. مش هنيجي بقى، ده المثل عندنا في البلد بيقول لك ايه؟ حرام تتعلم الحلاقة في راس اليتامى. يعني حرام